هل المعجزات دليل على ألوهية المسيح؟ لأنه في أنبياء كتير عملوا معجزات برضه، والحقيقة أنا موافقك جدا على تساؤلك ده، لأنه فعلا في أنبياء كتير عملوا معجزات عظيمة. موسى مثلا، وقصة إنه شق البحر نصين، وإيليا كمان إنه نزل نار من السماء. فهل المعجزات هي أدلة كافية على إنه المسيح هو الله؟ بس الحقيقة الفرق كبير جدا ما بين المعجزات اللي عملها كل الأنبياء وما بين اللي عملها المسيح نفسه. طبيعة المعجزات نفسها طبيعة مختلفة. فأول حاجة أحب أقولها لك إنه المعجزات اللي عملها السيد المسيح معجزات عملها بسلطانه هو، فالمسيح ما كانش محتاج يستدعي قوة تانية علشان تساعده إنه يعمل المعجزة. فبنشوف المسيح وهو بيعمل المعجزات بيقول مغفورة ليك خطاياك، قوم وامشي. بيتكلم بسلطان جاي من جواه، مش مفوض من شخص آخر إنه يعمل معجزة. الحاجة التانية إنه قدر يعمل معجزات مفيش حد من الأنبياء قدر إنه هو يعملها. المسيح أمر الرياح إن هي تقف، موج البحر إن هو يسكت، فالطبيعة كانت بتطيعه. وأقام شخص من الأموات بعد 4 أيام في القبر، بيديله حياة من أول وجديد. وكمان بيقدر يخلق من العدم، فهو خلق عينين لشخص أعمى منذ ولادته، عمر ما كان عنده عينين. وبنشوفه كمان بيخرج آلاف الشياطين من شخص بقاله سنين مقيد وبيعاني. والأعظم من كل ده واللي يخليك تفهم عن يسوع أكتر ومين هو، إنه غفر الخطايا. ومين غير الله يستطيع إنه هو بالسلطان يعلن إنه غفر الخطايا. وطبعا المعجزة اللي فقط كل المعجزات في عظمتها إنه أقام نفسه من الأموات. وده إعلان إلهي واضح جدا عن مين هو، لأنه قال إنه هو هيموت وهيقوم في اليوم الثالث، وفعلا لما مات قام وانتصر على الموت في اليوم الثالث. باختصار، مش المعجزات وخلاص هي اللي بتأكد على ألوهية المسيح، لكن سلطانه على الموت والمرض والطبيعة والشياطين، والأهم هو سلطانه على غفران الخطايا. كل ده بيقول لنا إنه مش مجرد نبي عادي، ولا ينفع يكون تفكيرنا فيه إنه نبي زي أي نبي، لكن كل ده بيبرهن إنه هو ده الله اللي ظاهر في الجسد.